زينب رويجة عضوة ومنتفعة في نفس الوقت تابعة مجمع الفلاحي في ليلة الواحة. هو نسائي بحت، رئيس المجمع والأعضاء كل نساء. مبروك رويجة من تطاوين، عضوة في المجمع الفلاحي النسائي ليلة الواحة. هاجر الشهباني من تطاوين، بالتحديد من منطقة دلالة، نخدم في مجمع التنمية الفلاحي النسائي، نخدم في السمار. الصنعة الوحيدة اللي كانت موجودة في البلاد هي الحسارة، كانت مورد رزق الناس الكل. بعتالي وصلت فترة اندثرت خلاص. وقت جت الجمعيات هذه يعاونوا في المرأة الريفية، يعني اقترحوا انه يعملوا مجمع يضموا فيه مجموعة من النساء يعني كل شيء، ويديروا لهم مورد رزق. أنا منيرة عطيمني، منخرطة في مجمع البركة. احنا 58 امرأة، عندنا عدة اختصاصيات في التقطير، يعني نباتات الغابية، نقش على الخشب. الإضافة اللي ضفناها نحن كمجمع هي الكي، يعني الكي صحي. أنا اسمي جميلة الرميك، حرفية نخدم في الصناعة التقليدية. جينا بالتعارف حنايا وجماعة برقة ناخذ فكر مع بعضنا. الزهرة الزمومي من نفط، حرفية في جمعية شانطي. ديما هيك نتلموا نعملوا فورماسيونات في الجمعية، مثلا كما هيك جماعة فطرت شي تو تعلموا طريقة مثلا الطبخ، التطيب، طريقة الاستحفاظ مثلا على المواد الأولية. كي نبدو ما ناش فاهمين حاجة مثلا نجوا نطلبوا منهم يعلمونا ويفهمونا، وهم الحق قايمين معنا بالواجب.